ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نعمل مع بعضينا بقى بيتزا بالسوسيس. معانا هنا نص كيلو دقيق، عليه رشة زعتر، وده لبن دافي، عليه باكت خميرة، عليه معلقة صغيرة سكر. ليه السكر؟ عشان خاطر ينشط لي الخميرة. ومعانا هنا نص كوباية زيت، ومعانا رشة ملح. وده اللبن. بصي يا حلوين، هتقولي كمية اللبن قد ايه؟ هقولك كمية اللبن دي على حسب ما العجينة بتاعتك ما تلم. تمام؟ لان كل نوع دي بقى مختلف عن التاني. خلاص. وخلي بالكم يا جماعة، عجينة البيتزا بتبقى ناعمة، مبتبقاش يابسة قوي ولا طرية قوي، بتبقى ناعمة كده ومتوسطة زي ما هتشوفوها دلوقتي مع ماما. العجينة دي يا جماعة جميلة جدا والله، ماشية على الخطوات بس مظبوطة وانتوا تحبوها قوي. والعجن ده بقى براحتك، يعني في ناس بتحب تعجن بزبادي بدل اللبن، في ناس بتحط بيضة على البيتزا، في ناس بتحب تحط لبن بودر. المناسب ليك اعمليه. شايفين بقى هنا القوام ده بتاع العجينة؟ شايفين ماما بتلمها جميلة ازاي؟ العجينة ناعمة يا جماعة، وزي ما قلتلكوا ما بتبقاش يابسة، بتبقى جميلة. شايفين ماما بتعملها لكم هنا، بتوريكوا تبقى جميلة. هنسيبها بقى تخمر مع بعضينا. على ما تخمر بقى تعالوا نعمل ايه الصلصة بتاعت البيتزا. بصي يا حلوين، الصلصة دي بتبقى طعمها تحفة جدا. احنا بنحط شوية زيت او ممكن مكعب الزبدة اللي انتي حباه، وبنشوح فيها دولت فصين توم بالظبط. تمام؟ طيب احنا بقى مش بنخلي التومة تحمر قوي، لان احنا مش بنعمل طشة ده، يعني احنا بنعمل يعني صوص للبيتزا. خلاص، نشم بس ريحة التومة وننزل بيها على طول بقى بالصلصة. خلاص. ديت طماطم فريش معصورة، دول طماطمتين اتنين بالظبط. خلاص. وهنحط بقى عليها الملح. صوص البيتزا يا جماعة بياخد ملح وتوم وبصل بودر وزعتر وفلفل اسمر. خلاص. ولو عندكم كمان ريحان مجفف بتبقى تحفة بالريحان المجفف، ولكن عندنا كان خلصان، فاكتفينا بالفلفل الاسمر والثوم والبصل البودر والملح. بيبقى الصوص روعة من جماله والله. انتوا عارفين لو اتبقى صوص من ده، احيانا بحطه على المكرونة وباكله. بتبقى جميلة قوي، بتبقى طعمه صراحة خطير. جربوه انتوا هتعرفوا. هو سهل، بدل ما نشتريه من بره بيبقى غالي. بنسيب بقى الصوص ده يغلي شوية، ولحد ما يتقل يبقى تمام. دلوقتي بقى هنعمل معاكم السوسيس ده بالخضار. هنعمل معاكم ان شاء الله نوعين اتنين من البيتزا. بيتزا بالسوسيس المتشوح ده، والتانية بالسوسيس العادي من غير التشويح. ماما هنا حطت شوية زيت، وبعد كده حطت السوسيس وبتحمره يعني بتشويحة بسيطة كده، وهتحط عليه البصل الحلقات، ومعانا كمان الفلفل. ده شطة براحتكم، حابين تحطوا فلفل اخضر من تاني عادي. ومعانا زيتون، ومعانا طماطم، ومعانا زعتر، ومعانا فلفل اسمر. خلاص. بصي يا حلوين، ماما هنا بتبقى يعني ايه عايزة البصلة تدبل شوية، علشان خاطر ايه واحنا بناكل البيتزا البصلة ما تبقاش إيه بتقرقش كده تحت اسناننا. فاهمين؟ يعني بنخليها تدبل شوية بس كده، كسرة كده بس البصل. خلاص. وبعد كده ان شاء الله ماما هتحط بقى الايه الفلفل. شايفين هنا ماما دبلت البصلة شوية صغيرين، وانا نزلت على طول بالفلفل اهو. لو مش حابين الفلفل الشطة ده براحتكم حطوا فلفل اخضر. ماما هنا نزلت هاي بالزيتون. على فكرة الزيتون ده يا جماعة ماما عاملاه في البيت. ماما بتعمل الزيتون المخلل حلو قوي. ان شاء الله خلاها تعمله لكم بقى في الموسم الجديد بتاعه، بيبقى تحفة قوي. شايفين دلوقتي بقى ماما بقى تحط دلوقتي ايه الطماطم. حابين تحبوا الخضار ده بقى تحطوه ده جوليان، يعني تعملوه يعني جوليان كده، يعني جوانح براحتكم. لو مش عاوزين جوانح اعملوا شرايح زي ماما عاملاه كده. ماما بقى دلوقتي هتحط الفلفل الاسمر، وبعد كده الزعتر، وبعد كده الملح. وبتبقى يا جماعة تطعيمة جميلة قوي للبيتزا، على السوسيس بتاع البيتزا. على فكرة حابين تحطوا هنا فص تومة براحتكم حطوا، بس احنا اكتفينا بكده لان الصوص بتاع البيتزا الصلصة اللي احنا عاملاها من شوية فيها تومة، عشان الموضوع ميبقاش بس ايه اوفر قوي يعني في الاكل يعني. خلاص. ماما حطت هنا الملح اهي،
وهنسيبه بقى ايه يتشوح شوية. ونيجي بقى نعمل ايه، نحط بقى البيتزا في الصينية ونطبقها. ماما هنا بتقولكم المكونات: معانا جبنة رومي مبشورة والموتزاريلا، ومعانا اهو الخضار اتشوح هو والسوسيس. وماما بتحط هنا الزيت في الصينية علشان نمنع ان العجينة تلزق خالص. وشايفين هنا حلوين الصوص بتاع البيتزا تقل ازاي وبقى جميل، بقى تحفة. ومعانا طبعا فلفل الوان ومعانا ريحان. هنشوف بقى الحاجات دي مع بعضينا. شوف بقى ماما بتغز العجينة، بتشكشكها كده علشان ما تنفخش في قلب الفرن. بتبقى تحفة الصراحة يا جماعة. هنا بقى البيتزا اهي حطيناها، قصدي صوص البيتزا. شايفين؟ بصي بقى صوص البيتزا ده براحتك، احنا بنحبه ايه متوسط كده على العجينة بتاعت البيتزا، لا بنكتره قوي قوي ولا بنقلله قوي. ما تكتروش قوي عشان ميبقاش البيتزا بتاعتك مميمية كده، يعني هو كده حلو قوي. خلاص. وبعد كده بقى هنحط طبقة من الرومي هتشوفوا دلوقتي، وطبقة من الموتزاريلا. ليه؟ علشان خاطر تمسك لي الخضار اللي احنا عملناه، اللي احنا شوحناه ده. شوف ماما دلوقتي هتحطه معاكم. دي اهي الموتزاريلا، جميلة جدا الموتزاريلا الحمدي دي حلوة قوي. ودي الرومي المبشورة. احنا بنحط الطبقة دي بس كده من تحت عشان خاطر تمسك بس الايه الخضار. ودلوقتي بقى هتضيف الخضار اهي. شايفين يا جماعه الطماطم مش دبلانه قوي ازاي؟ زي ما انا قلت لكم انت يا دوبك بس بتشم النار مع الحاجه، وتفردي بقى الحاجه كده كويس في كل مكان في الصينيه. خلاص. وبعد كده بقى ايه هننزل عليه باقي الخضار. معانا فلفل الوان. إيه لو مش عندك فلفل الوان عادي ممكن تكتفي بالفلفل الاخضر. شايفين اهو ماما حطت هنا الفلفل الالوان اهو الاحمر. إيه وفي اصفر وفي اخضر. حابه تكتفي بالاخضر، ساعات بنعملها بالاخضر بس بتبقى جميله، بس كان متاح عندنا الالوان النهارده مفيش مشكله. وده يا ستي الريحان. بصي بقى حابه تقطعي الريحان صغير براحتك، مش حابه تحطي ريحان خالص برضو براحتك. احنا بنحب الورقه بتاعت الريحان كده، وساعات برضو في ايام تانية بنقطعه براحتنا، يعني على حسب المزاج. المزاج يوديك اللي اعملي انت اللي بتاكليه. وبعد كده بقى هنحط الجبنه الرومي المبشوره، وهنحط الموتزاريلا. بصي يا حلوين حاولوا في الموتزاريلا متطلعوش على الاطراف، يعني خلوا البيتزا في النص هي اللي مليانه الجبن عشان ما تتحرقش الجبنه من على الاطراف او تقع من على البيتزا يعني. تمام، عشان كمان وهي بتشد كمان لما تطلع من الفرن تبقى شكلها حلو. بصوا بقى شايفين دلوقتي بقى ماما بتعمل معاكم السوسيس بقى التاني من غير بقى تشويح. احنا ماما جابت السوسيس ده على طول وقطعته كده من غير تشويح. دي برضو وصفة سهلة وسريعة جدا. ماما برضو هنا بقى ايه حاطت برضو الصلصة والجبن. انا حاطت هنا ماما بتقول لكم هنا شايفين السوسيس ده مش متشوح، وفي نفس الوقت ما تخلوهوش تخين قوي في تقطيعته، خلاه متوسطة وافردوه كده على الجبنة. وانزلوا برضو هنا بيه بالخضار، الفلفل برضو الالوان. على فكرة احنا هنا اكتفينا بالريحان والفلفل والزيتون، ما حطيناش في الصينية دي بالطماطم. احنا حابة نخلي واحدة كده ونخلي واحدة كده. خلاص. لو انتي بقى برضو حابة تحطي طماطم هنا حطي براحتك انتي وذوقك، يعني انتوا عارفين طبعا ان الاكل اذواق. بس ودي الزيتون اهو، حابة تحطي برضو زيتون اسمر براحتك، بس احنا كان عندنا الزيتون الاخضر ده فمشينا بيه بس. وهنا الريحان اهو. بصوا يا جماعه البيتزا دي تحفه بالريحان. اوعي ما تعملهاش بالريحان، هيفوتك كتير. على فكره البيتزا الايطالي كمان ما هي الا ريحان على فكره، بس خلي بالكوا البيتزا اللي ماما عاملاها ديت مش بيتزا ايطالي، دي بيتزا مصري عادي اللي احنا بنعملها. لان الايطالي طبعا بتتعمل بزيت الزيتون وبتتعجن بزيت الزيتون. خلاص هنبقى نعملها معاكم في مره تانية ان شاء الله. خلاص هندخلها الفرن بقى على درجة حرارة متوسطة ونطلعها.
شايفين بقى بعد ما طلعت جميلة ازاي؟ ماما بقى هتقطعها وهتشوفوا بقى الجبنة وهي بتمط، وهتوريكوا ظهرها كمان متحمص وجميل. متنسوناش بقى في اللايك يا حلوين، ويا رب دايما تبقوا معانا ونعمل لكم وصفات كتيرة جميلة. اشوفكم في رعاية الله في فيديو جديد. متنسوناش برضو في اللايك والسبسكرايب. يلا مع السلامة يا حلوين.